هذا الموقف يذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الرجل المصري الأصيل لما علم أن بنت صديقه اليمني مريضة أتى بهذا الذهب، ذهب زوجته، وضعه أمام هذا الرجل لكي يعالج ابنته. هو لا يعلم أن هذه البنت قد توفت. رفيق المسجد باب رمضان، أنا أسميته باب رمضان، وإنه أنا اعتبرته زي ما الوالد، أسميه باب رمضان. واليوم يخرج لي قبل الفجر، أتيت قبل الفجر فتحت المسجد، واليوم بالذهب هو هنا من أجل ابنتي لين. أسأل الله أن يجزيك الخير. أنا أقول لك جزاك الله خير، وصلت هديتك. وابنتي اختارها الله عز وجل، ابنتي رحمه الله اختارها الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. نقول الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين. اختارها الله عز وجل اليوم صبيحة الجمعة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تقلق، الحمد لله أنا صابر ومحتسب، لا تقلق أبدا. الحمد لله اختارها الله، اختارها الله. اتصلوا بي الآن من المستشفى. الحمد لله، نقول الحمد لله، الحمد لله. لا والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله إني أعلم أنك تعتبرها مثل ابنتك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اسجد لله حمدا وشكرا، اسجد لله. الحقيقة دائما المصريون يضربون أروع المثل في شهامتهم وفي هذه الرجولة. لم يتأخر أبدا وأتى من أجل أن يساعد أخوه اليمني. تعلموا وعلموا أبناءكم هذه الأخلاق.